يا ابويا على اليوم الشاق ده. بص بقى لعدومي بالعافيه ولبست الحمد لله الحمد لله. هي شوشو اخبارك؟ عامله لنا اكل إيه بقى النهارده؟ عملتش اكل النهارده. ليه يا قلبي؟ انت تعبانه ولا حاجه؟ لا مش تعبانه. يبقى زهقانه؟ لا مش زهقانه. حرانه؟ لا. قرفانه؟ لا. ملانه؟ لا. زعلانه؟ لا. شبعانه؟ لا. جربانه؟ نعم. معلش انا اسف، انا حاولت بس حاولت امشي على القافيه بس. ولا اي حاجه من دول. امال ما عملتيش غدا ليه؟ ماليش مزاج النهارده. ايه مش من حقي؟ لا طبعا من حقك يا حبيبتي. ماشي، هنطلب دليفري. مش عايزه دليفري. خلاص هغسل وشي وانزل اجيب الاكل. لا مش هتغسل وشك بقى. عندك حق، هنزل بترابي على الاقل تمويه. لا 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 مش قصدي، انا اقصد ما تنزلش خالص وما تطلبش كمان اكل من بره. تمام تمام اللي انت عاوزاه. تعالى نقف نص ساعه كده في الجو كده في البلكونه، نقف جنب قصريه النعناع، نعمل بناء ضوئي ونخش تاني. لا طبعا مش هينفع عشان بشرتي هتغمق. يعني مثلا مش عشان ده ضد العلم والمنطق؟ مش قصتي. اكيد طبعا. هناكل ازاي دلوقتي؟ ده مجرد سؤال بس للفضول مش اكتر يعني. انت اللي هتقف في المطبخ النهارده يا فتحي. ايه ده بقى؟ هو احنا مش خلصنا ليله امبارح احكام الشاي كلها واتصلت ب10 ارقام في التليفون وغنت لهم ابريق الشاي؟ حصل. امال عاوزاني اقف ليه في المطبخ بقى دلوقتي؟ عشان تعمل لنا غدا. المساواة بتقول كده. المسوقه قالت لك كده بنفسها ولا قالت حد يقول لك؟ عشان في ناس بس بتزود كلام. لا قالت لي، وقالت اني مش خدامة في البيت ده، ومن حقي انك تساعدني في كل شغل البيت. وبعدين؟ يا كده يا تسيبني بقى انزل اشتغل. تمام. انا مش اقل منك. طبعا. عايزة احس بكياني اكيد طبعا. واحقق اماني واحلامي ماشي مش مشكله، حاجه حلوه. واتحدى زماني حلوه الاغنيه. ومحمد هاني. واقول لك على حاجه، ممكن نزود بسكال مش علاني. انت بتتريق عليا؟ لا انا ماشي معاكي في الاغنيه مش اكتر. بصي على العموم انا موافق انك تنزلي تشتغلي. طبعا هنزل اشتغل ومن بكرة كمان. ربنا يوفقك يا رب. وهستقل عشان انا لازم استقل بقى. ايه رأيك؟ زي كوريا الشماليه كده. بقول لك ايه، والله لا اشتري بيبسي حجم كبير وانا راجعه من الشغل، وهتشرب من عرق جبيني. طب ليه القرف ده؟ ايه؟ البيبسي بقى قرف، انا ما بحبوش ما انت عارفه. بحسب. طيب يا حبيبتي نبقى نجهز بقى ايه الحاجات اللي هتحتاجيها بكره في الشغل. هاتي موبايلك كده لو سمحتي. 010 3 وحايد. ماما تليفون نفسه. عشان ايه؟ عشان اظبط لك الالارم. ايه الالارم ده؟ لا بصي، انا عارف انك مش جاهله طبعا وحلوه في الانجليزي، بس انا عارف ان عمرك ما صحيتي بدري. تقريبا انت بتصحي بدري بس عشان ممكن يكون جالك قرحه فراش ولا حاجه. ايوه فعلا. الالارم يا حبيبتي، الالارم المنبه. على فكره اعملي حسابك انك هتصحي كل يوم 6 الصبح. عادي يا حبيبي، طول عمري بصحى 6 المغرب اصلا. 6 المغرب ايه؟ انت هتشتغلي رقاصه. لا خدمة العملاء. تمام هتصحي 6 الصبح مش بالليل. ايه ده؟ بس ده 6 ده هكون يا دوب لسه نايمه من نص ساعه. لا يا حبيبتي، ما انت هتضطر تنامي بدري كده على اخرك بالظبط 9 10 بالليل. ليه؟ عشان الفراق صعب يا حبيبتي. انت اول ما تصحي من النوم هتصبحي على السرير كده وتقولي 5 دقايق بس 5 دقايق. طب وبعدين؟ هتروحي في النوم تاني وهتتأخري على الشغل وهيتخصم لك. خلاص ماشي، حط طيب سنوز. خلاص يبقى نظبط المنبه على 5:30 ومعانا كده نص ساعة سنوز لحد الساعة 6. خلاص. بتكتبي ورايا يا حبيبتي؟ بكتب. طيب تمام. 5 صوابع فينو تخين وتمن جبن رومي. ايه ده ليه؟ عشان تفطري بيهم بكرة في الشغل. ايه ده؟ بس انا ما بفطرش قبل الساعه 12 وباكل بقسماط وشاي بلبن. لا ده عند طنط يا حبيبتي. ايه ده يعني؟ عند امك. اكتبي بس اكتبي. ماشي اوكي يلا. سان بلوك. ايه ده بجد؟ بص بقى استنيتي، احنا لازم نروح الغردقه. انا اصلا زهقت من مطروح، كل سنه توديني مطروح بجد. بصي معلش بس نشيل فيشة الاوهام دي ثواني من دماغنا.
ايه ده؟ في ايه؟ السان بلوك ده يا حبيبتي عشان بشرتك هتتحرق في الشمس. انت هتبقي في الشارع كل يوم في عز الحر. اه اوكي، تمام تمام. علبة كمامات. ليه بقى؟ هي كورونا مش هديت وخلاص؟ لا يا حبيبتي، ده عشان ريحة عرق اخواتك المواطنين اللي هتركبي معاهم المترو. ماشي خلاص، طب نخليهم علبتين كمامات بقى. لا، هي علبة واحدة كفاية. انت بعد فترة كده الريحة دي هتاخدي عليها. ماشي. وايه طيب، وايه تاني؟ برشام استحلاب راس. ليه؟ ده عشان زورك هيتشرخ من العملاء يا حبيبتي، من المناهدة مع العملاء. يلا حبيبتي اكتبي يا روح قلبي، اكتبي. حاضر حاضر، كمل. ايفا فوت. ايه فوت دي؟ دي بودرة قدم. ما انت هتفضلي لابسه الجزمه بتاعتك دي لمده 15 ساعه في اليوم لحد ما تبقى اصلا جزء من شخصيتك. تمام خلاص، حاضر تمام. هاتي انت بتكتبي؟ ايوه بكتب وراه. طيب هاتي برشام سيبرلاكس. اصبر ريلاكس ده. ما اعرفش، انا قلتها كده وخلاص. بس هو البرشام دوت هتروحي تقولي عليه للصيدليه البرشام ده مهدئ، عشان بقى خدمه العملاء بقى، ولا يفرق معاكي ولا يفرق معاكي مدير ولا يفرق معاكي اي حاجه. ايه ده؟ هو المدير ممكن يتعصب عليا؟ امال هيتعصب على مراته حبيبتي؟ هيتعصب عليك انت طبعا. ماشي. طيب و5 اكياس مناديل. ايه ده؟ هعمل بيهم ايه دول كمان؟ ما هو ده عشان لما تيجي تخشي حمام الشركه تفضلي تعيطي. هتمسحي دموعك فين؟ ولا اقول لك بلاش مناديل، امسحي في مناديل التواليت البقر ده. بصي اقول لك على حاجه كده. امسحي في كمك يا حبيبتي، في كمك. انا كده كتبت كل حاجه، في حاجه تاني؟ يا ماما، ده انا في اهم حاجه المفروض انت نسيتي تكتبيها. كونسيلر. ده ليه بقى؟ ما يا حبيبتي عشان الهالات اللي تحت عينيك. ما انت انت هتنامي، انت هتشوفي النوم اصلا. هيبقى في هالات تحت عينيك يا حبيبتي، فعشان تداريها. تمام. في حاجه تاني؟ لا كده خلاص، كده كفايه عليكي. هو في بس كام حاجه كده، بس دول عادي هنجيبهم انا وانت من عند العطار. عطار ده ايه دول؟ يعني بذر كتان، فول صويا، بذر سمسم. ايه ده؟ احنا هنعمل ايه بالحاجات دي؟ هنعمل عمل ولا ايه؟ دي يا حبيبتي محفزات لهرمون الاستروتيجين، عشان انت كبيرك سنتين ولا مؤاخذه يعني انا اسف هتنسي انك ست. انت ممكن اصلا بعد كده لما تيجي تجددي البطاقه هتكتبي فيها ذكر. ايه ده؟ يعني انا مش هتستت تاني؟ ما اعتقدش. ولا هتدلع ولا اهتم ببشرتي وصبغاتي وماسكاتي وحركاتي؟ ربنا كبير. طب هتطلب دليفري؟ لا يا حبيبتي، انا عايز اكل من ايدك. طيب حاضر. عايز اكل ملوخيه بالارانب. ايه ده؟ بس احنا ما عندناش ارانب. خلاص يا حبيبتي، انزلي كده البسي الطقم بتاعك الجميل المموه. فاكره المموه اللي انا جبته لك في العيد ده؟ حلو. البسيه بقى وروحي ايرلندا جنبنا هنا، روحي استضيفي لنا ارنبيت كده. عينيا يا حبيبي، ده انت تؤمر. تمام. قبل ما تلبسي اللبس المموه خشي اعملي لي بقى كوبايه شاي، عشان انت قلبت دماغي. في حد يروح الهم برجله يا شيخه؟ روح اعملي شاي.